عند موت رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يثبت في المدينة وما حولها إلا من ثبته الله، لكن خرجت طائفة من المرتدين الذين منعوا الزكاة فقالوا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر الصديق لأن رسول الله مات ونحن نؤدي الزكاة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. اهتز بعض الناس في ذاك الوقت وثبت الله من ثبت، وقد كان سبب التثبيت بعد الله أبي بكر الصديق، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر بن الخطاب يا خليفة رسول الله أتقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال أبو بكر يا عمر إلا بحقها. فقال الصديق إلا بحقها، وإن من حق شهادة لا إله إلا الله أن تؤدي الزكاة بعد الصلاة، والله لأقاتلنهم. فقاتلهم وكسرهم. وكذلك من المواقف العظيمة أرسل خالد بن الوليد إلى فارس أو إلى الروم في ذاك الوقت الرومان، فقاتلهم قتال الأبطال أبي بكر الصديق. قال والله لأنسين وساوس الروم بخالد بن الوليد. فأرسل خالد وما أدراكم ما خالد، فكسرهم واستأصل شأفتهم، ثم انتصر المسلمون أو انتصر في ذاك الوقت جند الرحمن بخليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم.